الملاعب الماليه اللي موجوده في الانديه السعوديه الان، ترى تخيل انه الهلال هذا يعيش 20 سنه. لا مو تخيل سود يا اخي، شوف يعني تخيل المشجع الحسود ده انا اخاف منه. الرازق في السماء والحاسد في الارض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم براء الدال من قناه سنترا وبرنامجنا الاسبوعي برا الصندوق. الاسبوع ده تاخرنا شويه لانه كنا بنتفرج مباريات اسيا، الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء ايضا اللي خذلنا الجوله هذه. صحيح. اهلا بكم منورين يا شباب. خلينا نبدا بمباراه تقريبا تعتبر مباراه الجوله، مباراه الاتحاد والتعاون. تكلمنا عليها يا خالد ومحمد، مين بيبدا فيها؟ طيب اول شيء المباراه كانت مباراه فيها فرص كثيره، مباراه هجوميه زي ما توقعنا. توقعت ان التعاون يفوز، لكن في اكثر من كوره ما توفق فيها التعاون. الاتحاد الى الان ما هو عارف، يعني اللي قاعد يصير في الاتحاد اجتهادات فرديه صراحه من بعض اللعيبه. ما تحس انه في اسلوب للفريق النتاج وفي تضارب ادوار واضح. الكوره تلقى نفس الكوره يروح لها كريم، يروح لها حمد الله، ويروح لها رومارينيو. صح. حارس التعاون فرق في المباراه صراحه، والحظ فرق مع قروهي في اكثر من كوره كانت في العارضه. التعاون كاسلوب لعب، كتحولات، كشكل فريق في الملعب كان ارتب من الاتحاد بكثير. الاتحاد في فترات في الشوط الاول كذا جات 5 دقائق اللي سجل فيها كان هجوم ضارب صراحه، وفي فتره زيها في الشوط الثاني بس اللي بعد خرج بقى حمد الله، الكل قال بعد ما خرج حمد الله الاتحاد اتحرر. نعم. فهذه الفتره اللي كان الاتحاد، اللي انا شفت الاتحاد فيها يعني، وتألق فيها حارس التعاون في اكثر من كوره. واجمالا يعني التعادل يعني نوعا ما كان تعادل عادل بين الفريقين. شفت المباراه محمد؟ ايه شفت المباراه. انا اشوف بالعكس التعادل كان من صالح الاتحاد. من صالح الاتحاد. ايه عطفا على الاداء وعلى الظروف اللي قبل لانه ما بعد الديربي اذا انت انهزمت حتدخل في دوامه اكثر. فالتعادل ضد فريق هو الوصيف وهو من افضل فرق في الدوري حاليا، حتى لو هو كان افضل منك ممكن يخرجك يعني بطريقه افضل. بس شفت الفرص حق الاتحاد شفت مره كثير. ايوه صحيح. الحارس كان خطير. انا ما اختلف معك، بس انا كنت اشوف انه التعاون هو الافضل في الملعب، افضل كوقفه كتخريج صحيح. بس وهذا عدد الاتحاد، الفرص للاتحاد، هذه الفوضى الخلاقه حقت الاتحاد اللي اقول لك احيانا تضارب الادوار لخبط حتى الفريق الثاني. اي والله تلاقي انا متعود يعني في اي فريق مثلا اوتافيو في النصر هو اللي ياخذ الكوره، في الهلال مثلا سالم. الاتحاد انت ما انت داري مين، مره روما، مره حمد الله، والدليل مره انها جات على فترات يعني. نعم. ما كانت طول المباراه، ما هو كاسلوب، ما هو اسلوب. نعم. جات فتره في الشوط الاول، بعدين جات فتره في الشوط الثاني. طيب خلينا نروح المباراه الثانيه، مباراه النصر وضمك. مباراه غريبه كانت صراحه، يعني انصدمنا احنا من طريقه المباراه. النصر ضمك تقدم والنصر رجع بقوه. وشوف في مباريات انت في الدوري تحتاج تفوز، شفت اللي يقول لك انا بس ابغى 3 نقاط، يعني انا مو مطلوب مني انا دائما اكون في التوب. النصر هذه المباراه ما كان في التوب، يعني كان من اقل المباريات صراحه. فرق فيها براعه المحترفين طبعا، الدون وتاليسكا. اهداف ما يجيبها الا الدون وتاليسكا، كورتين من فاولين انتهت. صحيح. والنصر يعني رغم ان الحيطه يعني كانت يعني خلينا ساكتين بس. نفس اللاعب هو كان الحيطه مش ممانط، وش بواقف كده الفولان؟ مو شرط يعني. في ناس كثير بيتكلموا فيها في تويتر من جد، يعني قاعد افكر ليش ما نط اللاعب؟ ليش ما هو واقف صح؟ ليش الحارس ما حط؟ ممكن قريها هو بيحطها من تحت يعني. ليش الكره من وجهه سوى زي كذا. يعني انت الحين تيجي بتقول لي الحين كريستيانو جاب الهدف عشان مو بس كريستيانو، ما قلت كريستيانو، حتى هدف تاليسكا على فكره. أيوة. الوقفه غريبه ما شفتها؟ مسؤولية الحارس. انت بتتكلم عن دوري محترفين. مسؤولية الحارس. غريبه هذا الحارس المحترف، ترى دائما في الضمك بيحرس الحارس الثاني كان. هذه مرة الحارس المحترف يسوي الغلطة دي. لعل الله انه اعماه يعني عن نفسه. ممكن بس انت لو بتتفرج كورة بالنظرية هذه ترى تتعب يعني. ايوه لازم ما في فريق بيخسر، ما في ناس دافعة فلوس بتخسر يعني. حتى المهاجم الضمك تفتكر منفرد وتزحلق يعني حسن؟ الخال ايوه انفرد وفجأة طاح سبحان الله. يعني حاولت يعني يمكن رهبة النصر، رهبة الاول بارك يا اخوان، ولا الدون من بعيد قال اسقط. لا اكيد انت بتتفرج في الملعب وتشوف كريستيانو رونالدو، ترى حتى وانت تجري تطلع ورا. صحيح. ما اقول شيء، اسطوره لاعب كبير. اكيد يعني ما يحتاج. رئيس الفيفا امس قاعد يدور في غرفه الملابس عشان ياخذ. خلينا نطبخ مسرحيه جديده. ما عاد في مسرحيات خلاص. البطل اخذها وسووا له مسرحيه في قطر واخذها وكل مباراه بلنتي شعبتوا الموضوع يا شباب. انتم مو برا الصندوق، برا السعوديه كذا. خلاص ما خلصنا من النصر. ما خلصنا من النصر. النصر في المباراه هذه اعتمد، قلنا لك، على جمهور النصر اول شيء في المباراه.
والتيفو اللي كان مسويه للدون، يعني هذه نقطه ما تروح زي كذا الرجل. محمد شوف مباراة الهلال. ايه شوف انا اتفق معاه، ترى في مباريات في الدوري كل فطير وطير. كيف؟ لانه انت عندك دوري بعدين اسيا بعدين دوري. فالنصر لما لعب ضد ضمك بعدها عنده اسيا مباراه صعبه يعني على الورق مع الدحيل، فممكن يفوز هنا باقل مجهود. الهلال هو فاز باقل مجهود لكن ما كان مرضي، يعني كان في قدام الباب في اهمال اقول، ولا هو ما ادري ايش اسميه، عشوائيه من اللعيبه. يعني الهلال المفروض كان يخرج ب5-6 قدام الخليج. فهذا الشيء هو اللي يعني هو اللي يخوف الهلال، انه الفريق قاعد يوصل لكن في عشوائيه ورعونه من المهاجمين. يعني وكل واحد انا بسجل الان شويه موجوده يعني ما بين اللاعبين احيانا حتفك مع الوقت لكن هي موجوده في المدرب الان. اذا كانت الان موجوده في المدرب هذه كمان مشكله كبيره. يعني حتى يعني نشوف بس انا اقول لك الشيء الايجابي اللي في الهلال حاليا انه يعني 6 مباريات كلين شيت، هذا شيء كويس وهذا شيء غريب على الهلال، ترى تاريخيا غريب ترى على الهلال. كانوا فعلا باسلوب خيسوس كان اسلوب يعني توصل بسهوله على مرمى بونو، لكن انا اقول لك في اخر كم مباراه انا قاعد اشوف النسبه هذه قاعده تقل. براعه بونو فرقت مع الهلال بالكلين شيت، ما اختلف معاك. لو كان في المعيوف او غيره ممكن لا بس انا قصدي انه الهلال قاعد يفهم اسلوب خيسوس اكثر واكثر بالفتره مع الوقت. انت مع الوقت حلقه سابقه الهلال لو مسك طريق ما حد حيوقفه. لا هو يوقف. لا يعني اني بالديربي هو لا الديربي هذا شوف براء هو يوقف. لا هو يوقف مباراتين، وهذه طبيعه الدوري في كل العالم. حتى السيتي بيتعثر مباراتين عادي، لكن انا اتكلم يا سلام. بس لما يكون ينافسوا النصر الموضوع يختلف شوي. ممكن يعني هو قاعد يتكلم لما يكون نفسه اتحاد نفسه اهلي، لانه منافسه النصر شوف النصراوي شطار برا الملعب. 2018 و19 الموسم الاستثنائي ماشي الطريق. وش صار فيه طيب بعدين؟ قالوا خيسوس عشان الاثاره. قالوا خيسوس عشان الاثاره. قالوا خيسوس وشخبط. ان كنت ناسي افكرك. لسه جايتكم بمباراه ان شاء الله، وان شاء الله نسوي لايف رياكشن انتوا الاثنين تشوفوا. انا ما عندي مشكله. تقدر تيجي في اللايف رياكشن نصورك ونشوف المباراه باذن الله اذا الله احيانا. اوكي وانت كمان باذن الله انا جاي لايف رياكشن احنا الثلاثه. اذا هو جاي اجي خلاص تمام. لا تقول لي ما اجي، لانه دائما في مشجعين ما يحبوا اللايف رياكشن. اسمع يخرجوا يعصبوا مع في تيت خلاص. I know for kalam soy kharbati ana soy capture ودي سروتا قسم بالله. يعني انت تحسبني اجي اخاف من النصر؟ حقك ما اقول الميدان يا حميدان. اجي الميدان يا حميدان. ما عندك شيء تخسر اساسا. خلينا طولنا في النقطه هذه يا شباب. كيف شجعتوا الهلال اساسا 90% من جمهور الهلال؟ تعال سنابي اسباب غير رياضيه. طيب انتهينا من الفريقين دول. تفضل. الاهلي الوحده توقعت مباراه ممكن تكون قويه، بس الوحده اثبت لي انه فريق صراحه ما هو قوي. متذبذب يا اخي الاهلي اثبت لنا انه فريق كل ما نتوقع انه يقدم مباراه حلوه اتوقع هو اللي يخرب المباراه. يعني دحين انا بدي فرصه لمباراه الجمعه، اذا طلعت المباراه بايخه اعرف انه السبب الاهلي. والله طب يعني هذه شوف يعني ميزه برضه للاهلي انك انت بتخلي الفرق اللي قدامك ما تلعب. اوكي ميزه بس احنا كمتابعين صح ممل يعني زي ما خذلنا مباراه الاهلي الاتفاق خذلتنا انه توقعنا فيها كوره حلوه وتوقعنا فيها اهداف. بس مباراه الاهلي والنصر والاهلي والتعاون كانت حلوه. لا مباراه النصر عموما والتعاون مباراه النصر عموما حلوه يعني. الاتحاد اوكي الاتحاد خرج بتعادل، بس قصدي الاتحاد في اسيا فاز بالصعوبه بشق الانفس. والله يعني انا ما شفت المباراه، لكن شفت ردود افعال الاتحاديين انهم كانوا زعلانين من الفريق، زعلانين على اداء جوتا انه كان مبدع في المباراه. حتى انا شفت كذا مقاطع له انه كان هو افضل لاعب في المباراه. حمد الله رغم انه هو اللي حسم المباراه، لكن كل الجمهور ما كان راضي يعني. انا بتكلم وصل ترى مره كثير في ناس يمكن مشجع يعني مشجع الاتحاد احيانا يكون مره عاطفي في القرارات في الحكم. صحيح. يعني انا شفت جوتا مو ذاك الشيء الصراحه مقاطع. انا ما زلت اقول لاي اتحادي انه انت المفروض انك ما تزعل على جوتا. لما انت تيجي تتكلم عن الفرق الكبيره تشوف جوتا كجناح. طيب النصر من عنده ماني،
يعني هو لو انه في اي فريق من الثلاثه ذول ما يلعب. ماني هناك، وعندك تاليسكا، وعندك غريب، حتى الشباب كراسكو والهلال سالم ومالكم وميشيل ونيمار الراحل، وعندك النصر الاهلي محرز وماكسيمان ما يلعب. فجوتا لاعب انا اشوفه يعني هو اصلا دون مستوى الطموح يعني. طيب عشان ننهي الفقره خلينا نتكلم بس عن مباراه النصر والدحيل. النصر والدحيل مباراة برضو يعني كانت مباراة سهلة، وفي اخطاء دفاعية من بعض لعيبة النصر حولتها لمباراة صعبة ومباراة توتر. يعني ترجع الأداء النصر كان طبعا في اسلوبه الدائم، سواء مع فريق صغير مع فريق كبير، الضغط العالي طول المباراة، الاستحواذ، الضغط العكسي، تنقطع الكورة منك اول 6 7 ثواني الفريق يحاول يسترجع الكورة. كان النصر تقريبا بدون بروزوفيتش وبدون فوفانا وبدون لاجامي. هذه التغييرات اللي كانت فارقه، والعمري كان في مرحله شك يعني، حتى بس المدافع الوحيد اللي كان جاهز المفروض يعوض علي اللاجامي هو العمري، وقدم مباراه كبيره. الاخطاء الدفاعيه في النصر مستمره في كل مباراه، هدفين 3. ما هي اخطاء تنظيميه اللي تيجي في كور طويله وينضرب الدفاع، لا، اخطاء بسيطه ما يوقع فيها اي لاعب يعني، سواء علي الحسن ولا محمد قاسم، ولكن انا قد اعذرهم بحكم انه ما يشاركوا كثير. المباراه كان رتمها عالي شويه، نزل الحسن المباراه كانت. سؤال لك معلش، النصر يقدر ياخذ اسيا المره دي؟ كل الفرص متاحه للنصر. شوف عموما الشامبيونز في اي قاره هي ما هي بطوله دائما بتكون فنيه، لها عوامل ثانيه ترى. يقدر يعني خلينا نقول الهلال في السنين اللي شارك فيها دي كلها، ترى الهلال يعني اذا ما كان الاول الثاني من 2014 13 تقريبا، والهلال كان بيخسر البطوله من فرق اقل يعني، كان بيطلع من فرق يعني ما تذكر في القاره يعني، ما نبي نعدها. خلينا في النصر الهلال حيجي دوره، النصر حيقدر انا اكلمك الان يقدر اتكلم عن ايش؟ امكانيات. ايوه امكانيات المرشح الاول اذا مو الاول الثاني. نقص المحترفين لانه في اسيا في اقل محترفين، هل حيجمعوا 5 كويس يعني، 5 محترفين كويس نسبه وتناسب مع ترى ما في فريق. انا اشوفها اقرب فرصه للنصر يعني النصر انا اتوقع ما في اي فريق يقدر يخرج النصر من اسيا الا فريق سعودي، والهلال بس. والله اتحاد يعني ما اتوقع بالعقده. لا مش بالعقده. شوف انا يعني على طاري انه النصر يعني انه مرشح وغير مرشح، في مقوله لمورينيو في البطولات هذه قال عشان تاخذ دوري تحتاج فريق عظيم، وعشان تاخذ دوري ابطال اوروبا تحتاج فريق عظيم ومحظوظ. الحظ لازم. النصر قوي، انت تيجي تقول ايوه ياخذ البطوله، لكن لقطه واحده يمكن تخرجه. صحيح. انا بس ازيد عليه انه لقطه عوض خميس تفضل، وقس على ذلك في كل مكان يعني، في لقطات تخرج فريق من بطوله. الهلال تاهل تفتكر لما هيثم عسيري هو اللي اهل الهلال واخذ البطوله يعني في اكثر من كذا. الحظ يلعب دور. انا اقول لك الاتحاد، انت تقول الهلال ممكن هو اللي يخرج بحكم ديربي وكذا، الاتحاد ممكن اذا عدل نفسه بعد الشتويه، لانه الادوار الاقصائيه حتكون بعد الشتويه، وذي السنه ميزتها ذي السنه انها حتتلعب هذا الموسم، ما حتروح للموسم الجاي، فهذه ميزه حلوه للبطوله ذي السنه. الاتحاد ما ادري هو يقابل مجموعه العين ولا قرعه؟ هي اتوقع انها قرعه، اتوقع هو العين لو قابل الاتحاد حيخرج. ما شفت العين. ما حنتكلم عن الهلال لانه فاز 7 مباراة سهله، مباراة سهله خلاص ما يحتاج نتكلم عنه. فريق مين؟ مومباي بومباي جاب دبل ايه جاب دبل زي حق الدون، ايه بالضبط. وجينا للفقره الثانيه، حنتكلم عن مباراه القمه الاسبوع هذا، مباراه الاهلي والهلال. مباراه صعبه، مباراه يعني الاهلاويه مجننين، ما لنا عارفين هم حيفوزوا هم حيخسروا هم حيتعادلوا. ايش توقعاتك المباراه؟ شوف والله الاهلي منتشي تمام، وانا اكلمك من جانب الهلال لازم يتقدم اول ربع ساعه وثلث ساعه، لانه لو ما تقدم المباراه حتصعب عليه، حتصعب على الهلال اكثر، وخوفك اكثر انه الاهلي كمان يتقدم. فانا اشوف انها مباراه صعبه. صحيح انه الهلال اقرب، لكن يعني الهلال لازم يقتل نشوه الاهلي في اول ربع ساعه وثلث ساعه، انه يجيب هدف عشان يتسيد الملعب وتسيد المباراه. رايك يا محمد؟ الاهلي يلعب على امكانياته اللي لعب فيها حتى قدام الوحده وقدام الاتحاد. ارجع احاول اخطف هدف، ارجع العب على الكوره الثابته، الكوره الطويله،
وهذه الامكانيات بس ما ادري اذا ماكسيمان حيكون موجود ولا لا، ماكسيمان لانه حيفرق في النقطه هذه حتى كثير. كيسيه ممكن احتمال فيها لا، عليه. لا لاعب. كيسيه لاعب، لكن ماكسيمان يفرق في الموضوع هذا، لانه الاهلي ما عنده لاعب الطرف اللي يديك الادوار. يعني شفنا هدف سرعة. الاهلي الثاني حق سرعة. ماكسيمان في مباراه انا الوداد، اتوقع يحتاج سرعه. 1-2 وصل ماكسيمان للباب، فهذه الحلول يحتاجها. انا دائما عندي قناعه الفريق بعد الديربي ياخذ 3 ما مباريات ينتشر. يفوز، عشان كذا انا اتوقع الاهلي يفوز. انه يفوز في المباراه. انا شوف انتم مباراه الاتحاد والاهلي قلتوا اسلحه الهلال الاتحاد ما هي نقطه ضعف الاهلي والعكس. انا المباراه دي احس العكس، احس الهلال اسلحته عكس الاهلي. يعني اطراف الهلال قويه، راس الحربه طويل وينزل اي كوره. الاهلي عنده مشكله في العرضيات. صحيح. سالم مالكم هنا سافيتش حينزل كوره. احس اسلحه الهلال مره انا ترشيحي الاهلي ما حيقدر ترشيحي عليها. للاهلي هنا مو فني، انه يقفلوا مرجله وجرينتو. لا الفوز في الديربي، الفوز في الديربي ترى يديك وترى فيها اولويه. يقول لك انا لو عديت الهلال ابغى ترى الدوري. ما قدام من الشباب ابغى الدوري يعني. حقه اكيد حقه. شوف لو فاز الاهلي انا حارفع قباتي والله للمدرب. المدرب صراحه أيوة. شاوى شيء ما حد كان متوقع. هو رغم انه قلنا عنه انه موديل، لكن اذا فاز على الهلال في هذه المباراه ممكن فكره كبيره حتتغير عن المدرب. لكن في حدث تاريخي صار في مباراه الاهلي والهلال اكيد ما تنساه، وانت خالد اكيد ما حتنساه. في حدث يجي في بالك الان؟ والله شوف مباراه الاهلي والهلال احداثها كثير والخمسات كثير، فما حذكر يعني الخمسات. لكن على طاري نواف التمياط اتذكر هدفه في كاس ولي العهد، في نهايه كاس ولي العهد الشب، هدف كان ما يتنسي، هدف ما يتنسي، في مهاره، في برود، في ذكاء، في نواف التمياط. عشان كذا نقول نواف التمياط ترى من اللعيبه الكبار، بس ما استمر كثير. صحيح. خالد في حدث كذا ما تنساه؟ والله في الاسبوع الخمستين، خمسة الشارقة الشارقة وخمسة روجيريو كيم حقت الاهلي. والله قوية هذه. بس الخمسات انا ما ناسيها. انا ناسيها كثير. لا خمسة عموما انا ما انساها. لا انا ترى افتكرها مو عشانها خمسة يعني عادي طبيعي تصير خمسة في صحيح. لكن لما تكون في ظرف اسبوع خمسة في ملعبك. لا الشارقة مو في ملعبك. لا حق الاهلي. أيوه. بعدين مشي اظن الرئيس وقتها اظن عبد الله مساعد بعد الخمسين هذه مشي اعتقد. هذا. والحدث الثاني برضو مباراة المقهوي، تتويج الاهلي في الدوري. صحيح مباراة الحلم هذه اكيد اي اهلاوي ما ينساها، الحلم مستحيل. يتحقق. انا والله صراحة مباراة لين دحين اصحابي الاهلاويه يحطوها في سناب وما في كل غيرها. يوم كل يوم اشوفها ويتقشعر وفي غيرها حسم ويتقشعر. وفي غيرها حسم الدوري. لازم ما ينساها. زمان ما نلحق عليها. بس هو لو تلاحظ انه اكثر الذكريات الحلوه للانديه دائما ضد الهلال. ليش؟ لانه دائما هو الثابت، فاز على الهلال. والهلال هو- السقف اذا عديته هو الفريق اللي دائما في الصورة، صح. بغض النظر ليش هو بالصورة. إيه ده؟ مين اللي خلاه؟ في شر طالع. لا نشعبها. لا نشعبها بس اليوم. ما في فريق في العالم ريال بايرن بنفس الطريقة هذه. ما في حتى بايرن بيغيب جات لا، ما فترات بيغيب. غاب. الريال يقول لك ما عمره صار الرابع، الريال ما عمره صار الرابع. رأيي فتاح آدم أفضل مهاجم حاليا أفضل راس حربة. سمعتوا الرأي كلكم. عبد الفتاح آدم أفضل مهاجم سعودي حاليا حاليا. شوف عبد الفتاح آدم كإمكانياته ممتازة، بس إنه سبحان الله ما توفق انتقاله بالنصر. يعني يوم راح التعاون كان في التوب. الإصابات، الرباط الصليبي جاله أعتقد مع النصر رباط صليبي وغاب، ما لعب. يعني كان في النصر أغلب وقته عبد الفتاحين آدم وعسيري أغلب وقتهم كانوا بالعيادة، فما جاته الفرصة. ومع إنه النصر جات فترة من الفترات يحتاج كان عبد الفتاح آدم بالذات، يعني مع المشاكل اللي كانت بين حمد الله والإصابات اللي مر فيها حمد الله في آخر موسم، لكن سبحان الله ما توفق. قد يكون لو استمر كإمكانيات ممكن كراس حربة حقيقي هو يكون الأبرز يعني وقتها، يعني بعد فراس حاليا. محمد طبعا احنا الفتره الاخيره نعاني من شح في المهاجمين بسبب انه كل فريق فيه مهاجم اجنبي. صحيح. فاذا تكلمنا عن عبد الفتاح كمسيره لا ما هو افضل، لكن ممكن ترى
وما زالت عنده الفرصه. عنده إمكانية. هم الان اصلا الموجودين اللي تتكلم عنهم كمهاجمين هم اثنين، فراس وعبد الفتاح بدرجه اقل ما أخاف من المجتمع. وليد بخشوين أفضل محور مر في تاريخ الدوري السعودي، ويعد من التوب 10. سمعنا الراي كلنا. والله انا انفجعت ونفسي تعرف ايش؟ نفس المشجع ده اللي قال الراي احضنه اقول له معليش. ان شاء الله ان شاء الله الله يخفف عليك ان شاء الله. والله شوف جات فتره ترى جمهور الاهلي يقارن وليد بخشوين في اساطير في السعوديه، صحيح، بالذات في الموسم اللي نافس النصر فيه على الدوري والموسم اللي قبله. صح. اساطير ولا قصده في الموجودين ابراهيم غالب وما ابراهيم أيوة. غالب؟ هو عبد- وقتها كانت عبد الله المقارنه عطية. بينه وبين ابراهيم غالب. صحيح. بس انا بالنسبه لي ما جابت السعوديه في الفتره الاخيره طبعا بعد كاريري لاعب محور زي ابراهيم غالب. والله يعني اسمع حتى سلمان الفرج، حتى لا, سلمان لا الفرج بس رأيي. سلمان 8 وهذا 6 يعني ما يتقارنوا. غالب تبى 6 يديك، تبى 8 يديك، عنده الاثنين. شوف انا اتفق معاك، ترى غالب والله كان لاعب غير لاعب عادي من طراز ترى. عالي، فهو أيه. كان وقتها وليد بخشوين ما عدى غالب اللي في جيله. استاذ وليد كان مو وليد كان افتكاك المحور أكثر. افتكاك الفريس القوي هذا. جوتوزو يضرب. قلت يمكن المشجع ترى عاجبه اللاعب ده. هو له فئه عمريه ترى معينه تحب ما رجع لها ما يمشي. قوي زي مباريات في الجوهره. شفنا انت ما نزلت سنبرش الجمهور كله نزلت فيليبي لو شفتوها الاتحاد الاسبوع هذا ادى لاعب كوع وكتموا ونزلوا مقاطع في التيك توك نزلوا عليها. فرحانين فاول ايه يستاهل. وعشان كذا عبد الله العمري لو يروح اتحاد جو. اتوقع هو اتحادي على فكرة ترى. ايوه يطلعوا منه نسخه ثانيه ترى جمهور الاتحاد ما بالله يرمي. والله شوف مرجله والله وليد بخشوين يعني هو طبعا الله يهديه شطح. والله انا لعبت مع ناس انهم احسن من وليد بخشوين والله، وناس هنا في المدينه بيلعبوا في الحواري احسن من وليد، واقولها وما اخاف من المجتمع. زي مين؟ ها؟ زي مين؟ ياسر مستكة. ياسر مستكة تعرف انت والله احسن من وليد، يعني كمثال هذا في سريع لعيبه كثير وكثير بس انا اقول يمكن لك وقت الملعب الكبير ولا الدوائر لا، بس وليد يعني- لعيبه حواري ما زبطوا برضه. يعني ما اختلف، انا ما اختلف كان في لاعب يعني ما بذكر اسمه كان مكسر الدنيا في الحاره، كانوا يسموه فيرون، وفي مدرب مصري في احد او في الانصار في احد، فكان يجي في النادي ما يعرف يسوي ولا شيء، فقال له انت في الحاره شفتك فيرون، هنا شرب فيرون. براء رأيي ما أخاف منه أبدا. سبحان النابت موهبة وأفضل من سالم الدوسري، انتظروا وشوفوا. سمعت الراي الثالث محمد؟ هذول فازوا مباراتين. والله اذا فازوا على الهلال حيقولوا شو اسمه ده؟ مليانين. يقولوا محرز احسن من ميسي حقيقة. لكن ما لنا شغل. كيف سمحان كيف سمح- وسالم طب لسه سمحان ما شوف ما بدأ كورة جننونا، يمكن. شوف جننونا فين دخلونا معاهم. ها؟ رحنا ميسي محرز، سيبك منهم يا شيخ. انا نفسي اعرف انا على اي اساس قالوا الراي هذا. هو شايف شيء. هو ايش شاف؟ عنده رؤيه ما ادري إيش هي المشكله انه سمحان يعني شفت لو انه كان في التوب الموسم هذا ولاعب اساسي ولاعب 4 مباريات وكل مباراه اسيست ومساهم. هو يقول لك انتظروا عنده امكانيات يعني هو اعلى. يعني وقال انتظروا. موهبته أعلى من سالم. موهبه يعني نظره اصبر مستقبليه وعنده تطبخ على نار هاديه. اللاعب ده قاعد يطبخ والله انطبخ. ما حيستوي. نيجي لفقره الفانتسي، الدوري اللي اقوى من الدوري السعودي صراحه. والله كل اسبوع بطل، كل اسبوع متصدر جديد. انا متصدر الحين. لا والله لا والله يا خالد انت انا بعد الأسبوع محرز ده اكيد صدرت. ما عندك محرز. كيف؟ انا ديمبلي انا ما اخترت انصاب. محرز هذيك المباراه اللي فاتت. قال محرز وجاني في الخاص قال لي براء ابغى لا خلي ماني بس شيل لي مين مدافع الاتحاد جيب لي سايس. لحاجه عند لا هو مبسوط كان قال عندك لي دليل على الكلام هذا؟ ايوه عندي دليل المحادثه مسجله. لا جيبها المحادثه مسجله جيبها. اجيب حذفتها انا. لا صحيح والله طيب غيرت. خلينا نقول انه الجوله هذه كم جبتوا يا شباب؟ فهد اللي كان متصدر جايب 9. حلو. عنده مشكله كيسيه انصاب، هو كيسيه كان ترى فازع له كل جوله يجيب له هدف. عمر الجوله دي جاب 13 عنده برضه لاعب ما ادري مين عند عمر لاعب ما لعب او جاب نقاط قليله. باتنا هي النقاط ترى ما هي كثير في الجوله هذه. خالد جبت 12 نقطه هذا وديمبلي ما لعب مصاب. جبت 12 ترى مو سيء يعني لو ديمبلي ما قول جاب أدري هدف الجوله 5 الجاي حيكون موجود ولا 17. لا والله ما ادري. هذا مشكلة انك ما تتابع عندي هذا. تابع وغير عادي غير حتى تجيني لين بكره عندك. انا جايب 17 نقطه، محمد 11 نقطه، والحميد هذا اللي جانا متاخر
جانا متاخر ما لعب اول جوله وما شاء الله ماشي كده صاروخ. متصدر الدوري، انا متصدر ب 62 نقطه، وفهد اللي كان متصدر صار 61. انتوا الاثنين، انت 53 وخالد 55. ترى كلها فرق لاعب يبدع لك يجيب لك هدفين. هو محرز ولا كنت متصدر؟ محرز اللي حتجيبه. لا هو الدون الدون مصيبه، لازم تجيبوا الدون. انا عندي تاليسكا زي فكره الدون. مباراة الفيحة ان شاء الله دحين هو في تبي تغير شيء؟ انا حاحط الدون في بدل انت عندك ماني اشيل انحاء صعب. الدون مهاجم وماني وسط. فريق. لا يلعب وسط يلعب وسط. هو بدا جناح. لا مقاطع وسط. اشوف لا فكر وقول لي. انا حغير طبعا، حغير. انت تبغى محرز كنت؟ لا بس ما حقدر اخذه ضد الهلال؟ لا بغير الحارس حق الفيحة يلعب ضد النصر، فبغيره وباخذ قروهي. عندك مدافع من لا، الاتحاد؟ شباب. اوكي سايس. خلاص قروهي. انت لو عندك تغيير كلمني، وبرضه انا يمكن اغير. ما حجيك على الخاص، خلاص هو هذا. خلاص؟ هذا قراري الاخير. كله مسجل. ونختم بالفقرة الأخيرة. توقعات سريعة لمباراة الجولة، مباراة الأهلي والهلال، توقعاتك. رقم 3-1 للهلال. 1-0 او 2-1 للأهلي. أنا معلن تحدي في سنابي. هحط صورة، واللي يشارك ويقول لي التوقع صحيح حيربح معنا تيشيرت فريقه المفضل، سواء كان أهلاوي اتحاد أي شيء. جاوب التوقع، إذا جاء صح لك تيشيرت فريقك المفضل. تمام. وانا بالنسبه لي اتحدى هنا، ومتحدي كم واحد في السناب. اذا الهلال فاز باقل من 2-0، يعني اقل من فرق هدفين، انا اعتبر الهلال مهزوم. لدي الدرجه واثق انه الهلال المباراه دي حيكون اقوى. انا واثق. انا اتوقع 10-0. 10-0 والاهلي عليه الحرم ما يفوز. هي توقع، ترى توقع يعني، بس إن من المنتظرين. قاري المباراه. طيب المباراه الثانيه الاتحاد والحزم. اتوقع مباراة سهلة. الاتحاد حيرجع للاهداف. والله شوف حيرجع هدفين ثلاثه. الشرطة العراقي ما هو ضيع، ما توفق، يعني ضيع. بس انه اذا سجل بدري الاتحاد حتكون مباراة سهلة، اذا طالت المباراة حتوصل لنفس اديني رقم. انا اروح 2-0 للاتحاد. محمد. اتحاد والله ما 2-0. 2-0. اي 2-0. يلا اتغير عنك 3-0. طيب يلا حلو. مباراة الباقي النصر والفيحاء 3 وفوق. ها؟ لا ما حتكون 3 وفوق. ترى الفيحاء فريق دفاعي. اوكي صح، المباراة فاتت خسر في اسيا، إيه. ولكن فريق يعني بس ما ادري احيانا كذا يطفش. هو شوف الفيحاء يعني من الفرق الغثيثة، يعني من الفرق اللي تشيل همها. يعني اذا ما جبت فيها بدري تاخرت انهيت الشوط الحارس يصير بوفون. شوف بحكم متابعتي للنصر الفتره اللي راحت، لا احس ان المباراه حتكون صعبه على النصر. يفوز بس ما حتكون سهله، يمكن 2-1 يقلبها كمان، يعني اتوقع 2-1 يقلبها ممكن. ماني عارف صراحه ايش اتوقعها. حقول 1-0 للنصر، وهدف حيقهرني عن طريق لاعب يقهرني. ممكن حيطه ما تنط. ممكن حيطه ما تنط. هنا وصلنا لنهاية الحلقة، شرفتونا يا شباب. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله يكون في مباراة برضو قوية، تكون مباراة الاتحاد والشباب أتوقع. جميل. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم براد دايل وضيوفي محمد وخالد. سلام.